مساء الخير. وصفتنا اليوم طريقة عمل برياني دجاج مسحب. تابعوا الطريقة بالوصف على قناتي، ولا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. عندي هنا نص كوب زيت نباتي، طبعا بالقدر على النار، حبة بصل كبيرة مقطعة شرائح، وطماطم برضو مقطعة شرائح، وبعدين راح احط توم مهروس، وكمان نحتاج صدور الدجاج، طبعا انا قطعتها حجم رفيع، ونقلب المكونات كلها مع بعض. ملعقة ملح، فلفل اسود، كمون، وبهارات دجاج الكاري، وبرضو نقلب المكونات كلها مع بعض. علبة لبن زبادي، ونقلب المكونات مع بعض. طبعا المكونات كلها محطوطة على النار، كلها نقلبها مع بعض. ونتركها على النار، طبعا السوائل راح تنزل منها، ونخليها لحد ما تنشف السوائل. الآن نجهز قدر على النار لتجهيز الأرز: كوبين ونص من المية، وثلاث أكواب، ملعقة ملح، شوية زنجبيل، حبات من الهيل، ورق غار، وشوية زيت. طبعا أنا حطيت الزيت علشان الرز ما يتلزق مع بعض. الآن نحط كوبين ونص من الأرز البسمتي. طبعا الأرز لازم يكون مسلوق معايا، شايفين كيف اتشربت المية. والآن نصفي الرز. طبعا أنا صفيت الرز، الآن راح أحطها بالقدر. أحط أول إيش رز، شايفين كيف. طبعا هذه الطبقة الأولى، والطبقة الثانية راح أحط صدور الدجاج، شايفين كيف نرتبها. طبعا خليها طبقة متساوية. وبعدين أحط البقدونس. طبعا ممكن تحطي كزبرة، ممكن تحطي بقدونس مع كزبرة مع نعناع، ممكن تحطي كزبرة مع نعناع، ممكن. طبعا أنا عندي بس بقدونس، حطيت هنا بقدونس. ونرجع نحط الأرز
راح احط الارز على النار. طبعا هذه الطبقة الاخيرة. طبعا رتب الطبقة، رتب الرز كويس. شايفين كيف؟ وبعدين اجيب شوية مية مدوبة بصبغة بودرة الزعفران واصبها على الرز، ووزعها على الرز، واترك الرز لمدة تقريبا 5 دقايق على النار. ما شاء الله الوصفة سهلة وبسيطة، وأزينها بالزبيب. شايفين كيف الشكل النهائي؟ ما شاء الله الشكل خرافي، والطعم نار وشرار، وبالعافية عليكم.